أوقات إحنا مش بنتعب لأن الطريق صعب، إحنا بنتعب لأننا مصرين نمشي بنفس الطريق. أهلا وسهلا بيكم، معاكم نهلة فؤاد، وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. بعد اللي حصل في الحلقة اللي فاتت، صحي البطل بدري زي كل يوم، لكن المرة دي وقف قبل ما يفتح اللابتوب بتاعه، بص لقائمة المهام 20 مهمة، ابتسم وقال النهاردة هخلصهم كلهم. بدأ يجري من مهمة لمهمة، رد على كل الرسايل، فتح 5 ملفات في نفس الوقت، كل شوية حد يقطع، وبعد 5 ساعات رفع راسه، اكتشف انه اشتغل كتير جدا لكن انجز قليل جدا. في فرق كبير بين انك تكون مشغول وانك تكون بتتقدم فعلا. في استراحة قصيرة شاف عامل النظافة في المكان، الراجل كان بيشتغل بهدوء، كل حركة محسوبة، مفيش استعجال ولا ارتباك. فسأله انت ازاي بتخلص شغلك ولسه مبتسم؟ ضحك الراجل وقال زمان كنت بجري زيك، كل ما اجري اكتر كنت اتعب اكتر، لحد ما فهمت ان السر مش في السرعة، السر انك ما تكررش نفس الحركة مرتين. سكت البطل، الجملة كانت بسيطة لكن وقعت في قلبه. رجع لمكتبه وبص على كل حاجة حواليه، في ملفات مفتوحة ملهاش لازمة، إشعارات بتسرق تركيزه، أوراق متراكمة. قرر يعمل حاجة غريبة، قفل كل حاجة وساب قدامه مهمة واحدة بس. قال لنفسه لما خلص دي أشوف اللي بعدها. مر الوقت، والأول مرة أنهى مهمة كاملة من غير توتر. يمكن أكبر عدو للإنجاز مش الكسل لكن التشتت. آخر اليوم خرج من الشغل لأول مرة من شهور، الشمس لسه في السماء. اشترى عصير وقعد على دكة في الشارع، مش لأنه خلص كل حاجة لكن لأنه خلص أهم حاجة. ابتسم وقال يمكن أول مرة أرجع البيت وأنا لسه عندي طاقة أعيش. في الحلقة اللي جاية بقى هنتكلم عن ليه الراحة مش رفاهية، وليه ناس كتير جدا بتخسر نفسها وهي فاكرة إنها بتقرب من نجاح. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.